السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ الحلقة دي هتكون مختلفة شوية عن كل الحلقات اللي نزلت في القناة قبل كده، وده لسبب بسيط إن أنا مش كاتب أي script. كل الحلقات اللي فاتت اللي كنت باعملها سواء ريفيوهات أو غيره كان بتبقى عبارة عن script أنا بابقى كاتبه ومحضّره وبعد كده باقراه، ولكن الحلقة دي مميزة شوية لإن أنا لمّا بدأت على اليوتيوب من 5 سنين أو أكتر من 5 سنين، أنا ما كانش عندي كل الequipments دي. أنا كان معايا يا دوبك موبايل ومايك بسلك ولمبة، ودي كانت الأدوات اللي أنا باعمل بيها الcontent بتاعي. الموبايل كان السامسونج الA70 المدشدش ورايا ده، وكان معايا مايك بويا بسلك، وكان معايا لمبة كده أنا كنت عاملها علشان تبقى دي مصدر الإضاءة. المهم إن الموضوع معايا ما طوّلش كتير، هو يا دوبك فيديو واحد والتليفون تقريبًا يعني جاب آخره، لإن أنا كنت باصوّر وبامنتج وبedit وباعمل كل حاجة بالتليفون بس. فللأسف ساعتها أنا عملت فيديو واحد بس على القناة، وكان هو الفيديو الأول والأخير. طبعًا وقبل ما أكمّل أي كلام، الحلقة دي مش الهدف منها خالص إن هي تجيب views أو إن هي تجيب comments أو أي حاجة، الحلقة دي بس علشان أعرّفكم على المرحلة الجاية في الchannel. على العموم وبعد المرحلة دي أنا اشتريت الموبايل اللي أنا باصوّر منه حاليًا، واشتريت كمان الكمبيوتر اللي ورايا ده، واللي قدرت من خلاله إن أنا أمنتج عليه، وأريّح التليفون اللي أنا باستخدمه في التصوير اللي هو ال13 Pro Max اللي أنا باصوّر منه حاليًا، والحقيقة تعب معايا جدًا وكان بيطلّع quality أنا راضي عنها جدًا. ولكن هتفضل الفكرة إن التليفون هو مش شيء مخصص إن أنت تفضل تعمل عليه content لمدة طويلة، لإن أنا تقريبًا بقى لي حوالي سنة دلوقتي باعمل عليه content، والتليفون حسيت إن هو ابتدى يتعب. طبعًا في خلال السنة دي أنا جبت معدات كتير وإضاءات كتير، وجبت المايك ده اللي مش عارف هو عازل الصوت اللي برّه والّا لأ، بس إن شاء الله يكون عازله يعني بشكل كافي. والمعدات دي بتساعد، المعدات دي بتفرق. فكرة إن أنت تبدأ باللي أنت تملكه أو الشيء اللي معاك ده شيء كويس جدًا، وده شيء أساسي وهو ده اللي أنت المفروض تعمله، ولكن المعدات غصب عنك هي هتساعدك. أنا عارف إن أنا طوّلت عليكم، بس هاقول حاجة بسيطة بس قبل ما نبدأ فعليًا الحلقة وأوريكم الكاميرا الجديدة. أنا بدأت على اليوتيوب حُبًا في المجال ده، وحُبًا في التكنولوجيا، وحُبًا في الموبايلات، وحُبًا في السماعات، وحُبًا في الريفيوهات وكل الكلام ده. أنا بدأت الموضوع حُبًا فيه، وإن أنا من زمان مُطّلع عليه، ومن زمان متابعه، ومن زمان أنا جوّاه. ولكن لمّا بدأت يوتيوب لقيت إن الموضوع مش سهل خالص، مش عبارة إن أنت بتحُط كاميرا وبتصوّر، لأ الموضوع كبير، والموضوع مُعقّد، والموضوع صعب. وبعيدًا عن كل ده الموضوع مُمِل، أحيانًا بيوصل معاك لمرحلة الملل. الملل من فكرة التكرار، من فكرة التصوير، من فكرة إنّك ترُص الإضاءات، من فكرة إنّك تضبّط الصوت، من فكرة إنّك تكتب script وتجيب حاجة تكتب عنها script وتفكّر في content جديد، أو تجيب product تعمل عنه content، أو فكرة إن أنت بعد ما تخلّص بقى القصة دي كلّها مضطر تاخد كل اللي أنت صوّرته ده وتحطّه ورايا على الكمبيوتر علشان تبتدي بقى رحلة المنتجة ورحلة الedit والقص وكل الكلام ده. فعلى قد ما أنا باحب الموضوع، على قد ما هو مُمِل ومش الحاجة اللي أنا أتمسّك بيها وهي مُمِلّة أوي كده. ولكن الحاجة الوحيدة الصراحة اللي كانت ولا زالت مخلّياني متمسّك بالموضوع أو مخلّياني مستمر في الموضوع، هي الcomments اللطيفة اللي بتيجي لي منكم. أي نعم ده مش بيحصل كتير، معظم الوقت هي بتبقى عبارة عن أسئلة عن الحاجات اللي أنتم عايزينها، ولكن من وقت للتاني كده بييجي لي comment لطيف بيخلّيني عندي الدافع إن أنا أستمر، بيخلّيني عندي الدافع إن أنا أكمّل وأعمل content أكتر، ومش بس أعمل content أكتر، إن أنا كمان أطوّر في الchannel وأجيب مُعدات جديدة، وأجيب كمان كاميرا جديدة اللي هتشوفوها دلوقتي. فاللي أنا عايز أقوله لكم إن من غير الدعم بتاعكم ومن غير الcomments البسيطة اللطيفة بتاعتكم، أنا مستحيل كنت هاكمّل طول السنة ديّة مستمر، بس إن أنا أعمل فيديوهات من غير ما أسمع أو أقرا الcomments اللطيفة بتاعتكم. فأنا مش هاطوّل عليكم أكتر من كده، أنا بس كنت حابب أشكركم في الأول، ودلوقتي جه الوقت إن إحنا نشوف المعدات الجديدة. أنا طبعًا جِبت الكاميرا، ثانية أوريها لكم. دي الكانون الR 50، وهي مش أعلى كاميرا في كانون ولا أقل كاميرا، هي كاميرا تحت المتوسطة، ويعتبر معظم الناس اللي بترشّح كاميرات كويسة للناس المبتدئة أو الناس اللي عايزة تبتدي بكاميرا كويسة بيرشّحوا الكاميرا دي. وطبعًا بما إن المايك اللي أنا لابسه ده مش بيركب غير على موبايلات بس، فأنا اضطريت أشتري مايك كمان، فهاوريه لكم برضه بالمرّة. فأنا اشتريت المايك ده الHoly Land الLark M2. مايك لطيف الصراحة وصوته مش هاكدب عليكم الصراحة، لمّا جرّبته مرّتين 3 صوته ما كانش أحسن حاجة، ولكن اكتشفت إن المشكلة من جهلي، لإن أنا دي أول مرّة في حياتي أمسك كاميرا، فكان عندي مشاكل كتير في الصوت. كنت باصوّر
والصوت بيبقى بايظ خالص، فاكتشفت إن المشكلة منّي ولا من الكاميرا ولا من المايك. من غير ما أطوّل عليكم خلّينا نكمّل كلام عن الكاميرا وأنا مركّبها وباجرّبها معاكم لأول مرّة على القناة، وكمان هنركّب المايك الجديد علشان ده خلاص مش هيبقى ليه لازمة. مستعدين نشوف الفرق اللي مش كبير؟ يالّا. وكده أنتم شايفين الصورة اللي خارجة من الكاميرا الكانون الR50 والصوت اللي خارج من المايك. الحقيقة أنا لحد دلوقتي مش عارف هو مضبوط والّا مش مضبوط، ولو مش مضبوط أنا مش هاعيد تصوير أي حاجة تاني، يعني أنتم هتسمعوا الصوت بقى زي ما هو يطلع، هاحاول أedit عليه على قد ما أقدر، ولكن أنا عارف طبعًا إن الصورة لسه مش متضبطة بحكم إن أنا باستخدم اللينس اللي جاي الdefault مع الكاميرا اللي هو ال18 ل45، وده اللينس اللي بييجي default مع أي كاميرا غالبًا بنسبة 90%. هو هييجي لك اللينس ده، يا إما هييجي لك الbody لوحده، يا إما هييجي اللينس ده، واللينس ده مش وِحِش ولكنه مش حاجة professional خالص، هو حاجة عادية جدًا، حاجة basic جدًا. وأهم حاجة بقى في الكاميرا دي هي الشاشة اللي أنا عمّال متزاول بيها وكل شوية أبُص فيها، فأنا مش دايمًا بابقى باصص في اللينس، فهتلاقيني دايمًا مش باصص في عينك، دايمًا باصص جنبك. دي هتفضل برضه مشكلة معايا لحد ما أتعوّد على الكاميرا إن شاء الله. المهم إن الصورة لسه فيها تضبيط أكتر من كده، لسه إن شاء الله أنا ناوي أشتري اللينس ال50 مللي أو على حسب اللي هيبقى مناسب ليّا أكتر، فلحد ما ده يحصل دي هتكون الquality اللي خارجة من الكاميرا الكانون. وطبعًا ده المايك الهوليلاند الLark الM2 ده أهو، ده شكله. هو طبعًا مايك مشهور يعني بنسبة 90% معظم الناس اللي أنت بتتفرج عليهم على اليوتيوب بيستخدموا المايك ده. أنا لسه بقى هاكتشف ليه بيستخدموا المايك ده، لأن أنا لحد دلوقتي أنا مش حاسّه، يعني هو مش عارف هو معقّد والّا أنا اللي غبي والّا إيه، ولكن إن شاء الله الفيديوهات الجاية هاكون بقى اتعودت على المايك وعلى الكاميرا. أنا لحد دلوقتي أنا باصص في الشاشة مش باصص على اللينس، فطبعًا أنا باصوّر بالموبايل، هي الكاميرا الخلفية اللي باصّة لي، فأنا مُجبر أبُص لها ولا شايف نفسي ولا حاجة، بس هنا أنا عشان الشاشة شايف فيها الكادر فكل شوية متزاول. المهم إن الكاميرا دي فيها شوية مميزات بسيطة. أنا طبعًا دي أول كاميرا أمسكها في حياتي، ففي حاجات كتير أنا مش فاهمها، فهاقول المميزات من غير ما نخش في كلام تقني أوي، لأن أنا مش فاهمه، ما باحبش أتكلم في حاجة أنا مش فاهم فيها. أول حاجة إن الكاميرا دي 24 ميجا بكسل، ودي أول حاجة أنا كنت عايز أتكلم فيها. 24 ميجا بكسل في موبايلات أنت ممكن تقول لي إن هي أصلًا أكتر من 24 ميجا بكسل، في موبايلات 100 و200 ميجا بكسل والسامسونجات والحاجات دي، ولكن دايمًا اللي أنا باحاول أقنع الناس بيه إن البكسل أو عدد الميجا بكسلز هو ما لوش علاقة إن الكاميرا دي أحسن شيء، مجموعة حاجات مرتبطة ببعض في الآخر هيطلعوا لك الصورة، من ضمنهم عدد الميجا بكسلز. فأنت عندك الميجا بكسلز وعندك فتحة العدسة وعندك اللينس نفسه، أهم حاجة اللينس نفسه. العدسة نفسها لو أنا كل ده برضه باصص هنا، العدسة نفسها لو هي عدسة عادية زي اللي أنا باصور بيها دي هتطلع لك صورة عادية، صورة ممكن أصلًا اللي بيتفرج عليها دلوقتي يقول إن الصورة اللي خارجة أو الفيديو اللي خارج من الموبايل شكله أحلى من الصورة أو من الفيديو اللي خارج من الكاميرا. ولكن لمّا أجيب اللينس التاني البروفيشنال الاحترافي الأكتر اللي فتحة العدسة فيه رقمها قليل، بمعنى إن هي فتحة عدسة واسعة، هتلاقي فرق السما والأرض بين الquality اللي بتخرج من الموبايل والquality اللي بتخرج من الكاميرا. تاني أهم ميزة طبعًا في الكاميرا هي الشاشة، اتكلمنا عن الموضوع ده. الشاشة بتسهل عليّا أوي فكرة إن أنا أصور، لأن أنت لو مش في الموضوع مش هتبقى فاهم أوي فكرة إن أنت تبقى شايف الكادر أو الفريم بتاعك وأنت بتصور. فكرة إن أنا شايف الكادر وعارف إيه اللي طالع وإيه اللي مش طالع، واللمبة دي ظاهرة ودي باينة كده والإضاءة شكلها كده، ده advantage جامد أوي. أنت أصلًا كنت بتصور ويعني بقى بعد كده تشوف الفيديو بقى يعني ربنا كرمك في حاجة جاية كده، الكادر بايظ كده، أنت نازل في نُص الكادر أو whatever، لكن هنا أنت شايف كل حاجة، فأنت مرتاح ومتطمن إن والله الكادر كده مضبوط. تاني أهم ميزة طبعًا هي فكرة الauto focus. الكاميرا فيها auto focus سريع جدًا. هو طبعًا الauto focus دلوقتي مركّز معايا أنا وتحديدًا على عيني، فأنا مهما رُحت يمين شمال هو مركّز معايا. والميزة الأكبر بقى إن أنا لو عملت كده مثلًا هو هيروح على طول على الشيء اللي قدّام اللينس أو الشيء اللي أنا عايز أوريه لك، ولكن مجرد ما أعمل كده الفوكس هيرجع عليّا تاني. فدي برضه ميزة مهمة جدًا، لإن أنا لمّا باجي أستعرض حاجة أو بابقى عايز أورّيك حاجة، بابقى مش عارف لو أنا عملت كده وحطيت الحاجة دي قدّام الموبايل، الفوكس بتاع الموبايل راح لها وجابها والّا لأ، والّا اللي هي out of focus وأنت ما شُفتش حاجة. حاجة كمان مهمة في الكاميرا دي وهي إن هي صغيرة جدًا ووزنها خفيف جدًا، هي كاميرا قد الموبايل تقريبًا. يعني أنا لمّا وريتها لك أنت طبعًا شُفت عليها الreceiver بتاع المايك، الشيء اللي كان راكب فوق ده، وشُفت اللينس وشُفت مش عارف إيه، فحسيت إن هي قصة. لأ الكاميرا قد
كده يعني قد الموبايل، قد اي موبايل، لو شلت من عليها اللينس وشلت الريسيفر هتلاقيها حاجه قد الموبايل ووزنها خفيف جدا. طبعا حاجه كمان مهمه جدا ويعتبر من اهم الحاجات ان الكاميرا دي بتصور 4K فول فريم. يعني ايه الكلام ده؟ الحقيقه انا مش فاهم قوي، ولكن هي بتطلع كواليتي رهيبه، بتطلع كواليتي. انا ممكن يعني انا دلوقتي حاليا مش بصور باعلى كواليتي ممكنه من الكاميرا دي، ممكن اطلع كواليتي اعلى من كده كمان، ولكن الكواليتي دي مناسبه جدا بالنسبه للكونتنت اللي انا بقدمه. دلوقتي تقريبا انا خلصت معظم الحاجات اللي انا ممكن اقولها على الكاميرا، لان هي دي الحاجات اللي انا فهمتها. الكاميرا فيها حاجات تانية كتير قوي بس انا مش فاهمها. حاجه كمان مهمه ان الكادر لسه محتاج يتظبط، حاسس ان انا ايدي يعني كده مستوى ايدي الطبيعي، فانا عشان ايدي تظهر لازم اقعد اعمل كده. فخلينا في المستوى الطبيعي لحد ما نشوف هنعمل ايه في القصه دي. اللي انا عايز اقوله لك كمان ان لازم تبدا بالحاجه اللي معاك. ده بالنسبه للناس بتعمل كونتنت لسه بادئه فيه، او عايزه تعمل محتوى لسه مستنيه الفرج ولسه مستنيه الامكانيات وكده. لو فضلت مستني مش هتبدا، ولو فضلت مستني الكاميرا والسوفت بوكس والاضاءات والليدات والقصص دي كلها، صدقني مش هتبدا. ابدا باي حاجه وانت هتلاقي نفسك واحده واحده. انا جبت دي، انا جبت الستاند ده، انا جبت الليد ده، وهتلاقي نفسك فجأة بقى عندك equipments كتير. انا نفسي كل الحاجات اللي حواليا دي انا ما اعرفش انا جبتها امتى، ولكن على مدار فتره انا ما جبتهاش في يوم وليله. الحاجات دي كلها جبتها واحده واحده. ستاند مره، جبت ليد مره، جبت سوفت بوكس مره، الجريد ده جبته لوحده. الجريد ده شيء مهم جدا في التصوير. وبالنسبه للناس اللي ملهاش علاقه بالكونتنت وما بتعملش محتوى، هي بس بتتفرج حب استطلاع، انا اسف ان انا كل شويه ابص هنا، اسف ان انا كل شويه ابص جنبك، انا محسسك ان في حاجه جنبك بس والله يعني الموضوع مزاولني. الناس اللي بتتفرج حب استطلاع، او ان هي بتتفرج لان انا نزلت فيديو فبتتفرج عليا، فانا عايز اقول شكرا من كل قلبي لكل حد كتب لي كومنت حتى لو بيسالني على حاجه، لان الناس لما بتسالني على حاجه بتحسسني ان هي بتثق فيا، او ان هي مستنيه مني معلومه ان انا اقولها لها عشان هي تاخد القرار بتاعها، او سواء كومنت ايجابي. ده والله العظيم الحاجه الوحيده اللي مخلياني لحد دلوقتي بكمل، بشتري اكويبمنتس جديده، بطور، مكمل في اليوتيوب عموما. لان الموضوع زي ما قلت لكم اصعب مما تتخيلوا، ولكن بالدعم بتاعكم، مش عايز اقول الدعم والقصه دي، ولكن بالحجم اللطافه اللي انا باخده منكم في الكومنتس واللي انا بشوفه منكم، بيخليني والله لا انا عايز اكمل، وما عنديش مشكله ان انا اكمل. انا ما عنديش مشكله ان انا اكمل بس لمجرد ان في ناس كتير لطيفه بتكتب لي كومنتات كويسه. اخيرا انا عايز اشكركم. من غيركم انا ما كنتش هعمل كل ده، من غيركم انا ما كنتش هكمل في كل ده، ولا كنت هجيب الكاميرا دي، ولا كنت هجيب المايك اللطيف ده اللي لو الصوت طلع وحش منه انا هعمل مشكله، هعمل مصيبه بجد والله. المايك ده مش رخيص يعني. ما كنتش هكمل في كل القصه دي، وما كنتش هجيب كل الحاجات دي. بالدعم بتاعكم وبالكومنتات بتاعتكم انا مستمر ومكمل. الجزء بقى المهم للتشانل، انتظروا الفتره الجايه فيديوهات جامده جدا، في شويه فيديوهات حلوه، مراجعات، مقارنات كتير جايه الفتره مش بعيد يعني. غالبا ممكن في الفيديو ده واصور فيديو تاني. اهم حاجه بالنسبه لي ان انت تعمل سبسكرايب، لان 90% من الناس اللي بتتفرج عليا مش عامله سبسكرايب. فارجوك بعد اذنك اعمل ده لايك. انا مش عايز لايك، عايز لايك بس الاهم سبسكرايب طبعا، وتعمل لايك للفيديو، وتكتب لي كومنت باي حاجه بقى. تكتب لي كومنت باي حاجه. طبعا الحلقه دي مش عن اي حاجه، فمش عارف اقول لك تكتب كومنت على ايه، بس اكتب كومنت وخلاص. وان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن بكتير من اللي فاتت. كونتنت اكتر بكتير، انزل فيديوهات اكتر بكتير، واشوفكم على خير والسلام.